الخرافة اللي بعد كده المعلومة الشهيرة جدا بتاعت ان التلفزيون بيضعف النظر. اللي هو تفضلي قاعده باصه للتلفزيون كتير، فده بيقولك بيقلل نسبه النظر شويه. وطبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة انا بلبس نظارة والباشمهندسة بتلبس نظارة، فهي كانت دايما تقول لي ما تقعديش قدام التلفزيون كتير هيضعف نظرك. تعرفي كانوا بيقولوا لنا ايه اللي هو ما تقعدش قريب قوي تبقى وشك في التلفزيون، يعني انت خليك قاعد بعيد. وشك في الشاشه. خليك دايما بعيد، يبقى في مسافه ما بينك وما بين الشاشه. بالظبط. 30 years later بعد 30 سنة انا بلبس نظارة واخويا لا، فيعني الموضوع هو برضه بيقعد يتفرج على التلفزيون فما اثرش عليه التلفزيون. بالظبط. فالفكرة في ان انتي تقعدي قدام الإضاءة العالية وتبقي طافية نور الأوضة وتبقي مقربة من قدام التلفزيون، ده بيرهق العين. الفكرة في انها بتبقى اجهاد. بالظبط. احنا كده فاتحة عينك اجهدنا العين عشان قاعدين تستقبلي إضاءة كتير قدام الإضاءة. بالظبط. بتستقبلي إضاءة كتير لحدقة العين وانتي قاعدة في مكان ضلمة، فبتستقبلي إضاءة كتير، مجهد بس ليها ومرهق. بالظبط. فبيقولك الحل ده لو انتوا مثلا من الناس اللي ممكن بتتفرج على فيديوهات قبل ما تنام او بتقرا قبل ما تنام، انك يا اما تشغلي حاجه اسمها النايت مود اللي هو النظام الليلي في الموبايلات، ده بقى موجود دلوقتي. انك انت تعملي النايت مود بيعمل الاضاءه الصفراء، الشاشه بتعمل الاضاءه الصفراء، وانك توطي البرايتنس للاخر، تقللي الاضاءه خالص، نسبه الاضاءه اللي خارجه اللي من انت عشان برضو ما تجهدش العين. وتشغلي النايت مود لو حد بيقرا او الكلام ده كله. والجزر مش بيقوي النظر، والجزر كل جزر كتير عشان الجزر بيقوي النظر ما بيعملش حاجه. بيقولك انه كمان ان الجزر فيه فيتامينات قليلة مقارنة بان هي تقوي النظر. انت ممكن تاكلي خضار تاني هيبقى افيد لك اكتر وهيبقى فيه فيتامينات اكتر، زي السبانخ. السبانخ فيها فيتامينات وحديد اكتر من اللي موجود في الجزر. فالجزر مش بيقوي النظر، فدي بس عشان جزر ونظر بس